السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوارات النهاردة جايبة لكم قضية من أبشع القضايا. من فضلكم لايك للفيديو، ويا ريت اللي مش مشترك في قناتنا يكون لنا شرف تواجدكم في قناتنا المتواضعة. اللي قدامكم ده إيهاب، ربنا يرحمه ويصبر أمه وأبوه، اللي قتله شخص ما كناش كلنا نتوقعه. إيهاب من بلقاس، ده أهليه، خلص عليه ونعاه عبر بوست بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بس ما لحقش يمشي في جنازته بعد الأمن المصري ما كشفه. ده كان حال المتهم بالتخلص من الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، الطالب بالصف الأول الثانوي ابن قرية 7 ثابت بمركز الستموني محافظة الدقهلية، واللي تم العثور على جثمانه مقسوم 2، والجزء الفوقاني مقسم الدراع وملقى بجانب المصارف. بعد 9 أيام من الواقعة نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط المرتكبين. المتهم كان مدرس الفيزياء اللي إيهاب بياخد عنده درس خصوصي، تعاون مع نجار على صلة قرابة به. هما الاتنين ارتكبوا الجريمة، وجهود مكثفة بذلتها الأجهزة الأمنية عشان يوصلوا لمرتكب الواقعة والعثور على أجزاء من الجسد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء. بالاطلاع على الصفحة الشخصية للمتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ظهر نعي كتبه عبر صفحته ده قال فيه: رحمك الله رحمة واسعة يا إيهاب، جعل مسواك الجنة، أذاق من فعل بك هذا البلاء في الدنيا والآخرة. فضلا عن وضع صورة إيهاب الضحية. ما توقعش حد من أبناء القرية إن هو المدرس اللي يكون عمل العملة دي، لأن ده طالب ومدرس مادة الفيزياء اللي إيهاب بياخد عنده الدرس. ده أكد عم إيهاب عم الضحية عبر بث مباشر للقاهرة 24 إن الأسرة تواصلت مع المدرس لسؤاله عن نجلهم بعد ساعات من اختفائه، وأكد ليهم إن هو خرج من الدرس. أهل القرية كانوا في دهشة من الخبر اللي سمعوه، يعني كله مستغرب. طب إيه الدوافع اللي تخليكوا ترتكبوا جريمة زي ديت؟ كمان القاتل بعد عدة ساعات رد على الأسرة وهم بيتصلوا عليه على هاتفه الخاص الذي لم يعثر عليه حتى الآن، وطلب منهم فدية قدرها 100,000 جنيه، وكان الاتصال على موبايل إيهاب يتم إرسالها عبر خدمة كاش بس مقسمة على عدد من الأرقام، مش رقم واحد. وقبل تسلم المبلغ المدرس قام بالتخلص من المجني عليه حتى جرى الوصول إلى المتهم والمساعد اللي معاه اللي هو النجار. كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام توصلت لمرتكب واقعة قتل طالب وشطر جسده إلى عدة أجزاء بعد 9 أيام من ارتكاب الواقعة، والعثور على الجزء السفلي من جسده مرورا بالعثور على أجزاء من الجزء العلوي، ليتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه لديه درس خصوصي ونجار على صلة قرابة به. تعود تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، اختار من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستموني بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص في العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شكارة. انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستموني بقيادة المقدم أحمد عوض رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى إيهاب أشرف عبد العزيز، طالب بالصف الأول الثانوي 16 سنة، جرى العثور عليه بمصرف بين قرية النقعة وقرية 7 ثابت بحر التبن مقيد اليدين ومشطورة إلى نصفين. وبسؤال والده كان مالك معرض للأدوات المنزلية، أكد اختفاء نجله منذ يومين، وجرى تحرير محضر بغيابها بعد أن انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي. وجه اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث بقيادة مدير المباحث الجنائية بالدقهلية وضباط إدارة البحث الجنائي بفرع غرب الدقهلية ومباحث مركز الشرطة الستموني وبالقاس، تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته. وعثرت الأجهزة الأمنية على الجزء العلوي من جسد الطالب إيهاب
بعد إرشاد المتهمين، وذلك بعد 9 أيام من العثور على جسده مشطور النصفين، والعثور على الجزء السفلي وقت اختفاء الطالب في 13 فبراير الماضي بإحدى المصارف بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية. وتبين أن الأجزاء التي عثر عليها هي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من أحد المصارف المائية بنطاق مركز الستاموني. وفور العثور على الجزء العلوي من الجسد جري نقله إلى ثلاجة مشرحة مستشفى بالقاس المركزي واستدعاء أهل المتوفي للتعرف عليه فضلا عن اختار جهات التحقيق تمهيدا لنقل الجزء الذي عثر عليه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي مع أخذ عينات منه بمعرفة أطباء مصلحة الطب الشرعي ومطابقتها بالجزء السفلي الذي جري دفنه مساء أمس الأربعاء. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة محمد مدرس فيزياء بمعاونة نجار على صلة قرابة به استعان به لارتكاب الواقعة وتمزيق جسد الطالب بواسطة منشار وإلقائه بعدة أماكن متفرقة، فيما لم يتبين حتى الآن الأسباب والدوافع وراء ارتكاب الواقعة. رحمك الله يا إيهاب رحمة واسعة، وجعل مسواك الجنة، وأذاق من فعل بك هذا البلاء في الدنيا والآخرة. كشفت التحقيقات الأولية بأن قاتل طالب الدقهلية خسر عدة مبالغ مالية بسبب لعب القمار، وقرر خطف أحد طلابه لطلب فدية من أسرته، وخلال محاولته تصوير فيديو للمجني عليه لابتزاز أسرته قتله بالخطأ نتيجة قطع شريان بالرقبة، واضطر المتهم بعد ذلك لتقطيع الجثة لمحاولة التخلص منها وإخفاء معالم جريمته. ما بقاش في أمان على ولادنا حتى من المدرسين، يعني نقعد مع ولادنا كمان جوه الدرس، لا حول ولا قوة إلا بالله، منهم لله ربنا ينتقم منهم أشد انتقام. أنا كل يوم من ساعة ما قرأت الخبر ده وأنا متابعة القضية، وعشان أعرف مين الجاحد اللي عمل كده وعمل كده ليه، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يرحمك يا إيهاب ويصبر أمك وأبوك وكل اللي حبوك يا رب. أسرة إيهاب اتعرفت عليه من حذائه ولبسه بنطلونه. الله يرحمك يا إيهاب ويصبر أهلك ويحفظ لنا أولادنا وأولاد المسلمين. حسبي الله ونعم الوكيل من شياطين الإنس والجن، يا رب كفينا الشر يا رب. أما بالنسبة للموضوع بتاع أبو زياد ومعاه هناء، هم قاعدين مع بعض. الفيديو الجديد بيبرروا للناس مقابلتهم وإن هم تواجدهم بمحاذاة بعض كتف الكتف، وأبو زياد بيقول بالفعل أنا خطبتها، بس هي عرفتها إن أنا أولوياتي رؤية أولادي. قامت طبعا هي قطعت كلامه وقالت له وده اللي عجبني فيك يا أبو زياد، لو أنت قلت غير كده ما كنتش احترمتك، وأنت راجل ونعم الرجال يا أبو زياد، وكلام من ده. أبو زياد قال أنا بالفعل اتقدمت لهناء وعرفتها ظروفي وإن أنا ولادي أبقى عندي من أي حد في الدنيا. قالت له وأنا متفهمة ظروفك يا أبو زياد وأنا عارفة، وكان واحد غيره كان بتقول كان ممكن يقول لي مش هسافر معاكي فرنسا وخلاص، اللي حصل حصل وهم عند أهاليهم ومطمن عليهم وخلاص وياخد الموضوع. لا، قال أنا ولادي أهم حاجة عندي إن أنا أرجع أولادي الحضن، لا أنا ولا أنتم ولا أي حد يتدخل في اختياراته. إذا كان هو اختار هنا يتجوزها دي حرية شخصية، هي اختارت أبو زياد تتجوزه دي حرية شخصية. في تعليق بقى لفت نظري غير التعليقات، هو أغلب التعليقات تعليقات طبعا سلبية، انت يا أبو هناء يا أبو زياد كده ما ينفعش ومش لاقي غير ديت، وده ديت ست مزواجة، ده اتجوزت كتير، ده لسه على ذمة راجل. المهم قالوا في الفيديو قال لها انت مش انت مطلقة على الشريعة الاسلامية، قالت له لا انا مطلقة على الشريعة الفرنسية. انا شوف التعليق الغريب جدا بعيد كل البعد عن الادب والحياء والخوف من ربنا. التعليق استفزني بصراحة، كان مضمونه بعيد كل البعد عن الادب والحياء والخوف من ربنا. تعليق تتهز ليه ارض مصر الحبيبة وكمان شعبها. تعليق معرفش الرحمة ولا رحم نفسه هو نفسه. قدامكم التعليق دلوقتي، اسمعوا. الغريب ان المصريين منفتحين من 60 سنة عشان غيرانين منها ان هي هتتجوز ابو زياد، بقوا بيختموا القرآن ويتكلموا على المنبر. سيبوا الراجل والست في حالهم يا شعب راقص. طول عمر المصريين
فاتحين بيوت مش عايزة أذكر زي ما انتوا عارفين التعليق، وهي جت يعني على هناء اللي فكرها حضاري. موتوا بغيظكم يا شوية حاقدين حاسدين. يعني هي خلت كل مصر دعارة. احنا المصريين زي ما بتقول فاتحين بيوتنا دعارة، هي جمعت وده قصف محصنات لجميع الشعب. إن شاء الله نقف إحنا وإنتي قدام ربنا يوم القيامة. اتقي الله. نصف نساء مصر منقبات وحافظين القرآن، والنصف الآخر محجبات، والقليل بنشوفه في الدراما التلفزيونية، والفئة ديت ما بتمثلناش أبدا، ولا هتعكس طبيعة حياتنا. لو صدفت واحدة غير سوية فديت إلا نادرة، ما بتمثلش أكتر من 100 مليون مصري. إحنا 100 مليون مصري. اللي عجبني بقى رد بنت من السعودية، بتقول لها اتقي الله في كلامك، حرام عليكي، مش كل المصريين على كلامك، بالعكس في مصريات ومصريين قمة الأدب والعفة. ولا عشان تبرري إيه اللي عملته هناء واللي حصل ان هي غنت يعني لأبو زياد، فانت هتشبكي كل الشعب المصري. ده الشعب المصري ده بلد خير وأصالة. انتبهي في كلامك. تعليق تاني بقى دخل في الممثلين، قال ايه؟ قال ربنا ينتقم من الممثلين في الأفلام والإباحيات اللي بيعملوه، هم اللي خلوا سمعة المصريين زي الزفت. بس الحمد لله معظم المصريات شريفات. ولكن صاحبة التعليق حبت تطبل لهناء، فاتهمت سيدات مصر بالباطل. علم ستنا آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون مصرية، يعني احنا حفيدات آسيا، احنا بنات آسيا بنت مزاحم، لنهج آسيا بنت مزاحم اللي رفضت أموال وقصور وطلبت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالمصريات يتشرفن إن هم مصريات وحفيدات لآسيا بنت مزاحم. وندع الخلق للخالق. ربنا يرضينا ويرضي الجميع. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.